بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. واليوم رانا رايحين نديرو اختبار الفصل الأول في مادة اللغة العربية لسنة أولى ثانوي. ما نطولش عليكم، ما تنسوش اللايك سبسكرايب ونبداو. إذا عندنا النص كما يلي: قال عبيد بن الأبرص: أرقت لضوء برق في نشاط، تلألأ في مملأة غصاصي، لواقح دلح بالماء سحم، تثج الماء من خلل الخصاص، سحاب ذات أسحم مكفهر، تواحي الأرض قطرا ذا افتحاص، تألف فاستوى طبقا دكاكا، محيلا دون مثعبه نواصي، كليل مظلم الحجرات داج، بهيم أو كبحر ذي بواص، كأن تبسم الأنواء فيه إذا ما إن كل عن لهق هصاص، ولاح بها تبسم واضحات، يزين صفائح الحور القراص. سل الشعراء هل سبحوا كسبح بحور الشعر أو غاصوا مغاصي، لساني بالقريض وبالقوافي، وبالأشعار أمهر في الغواصي، من الحوت الذي في لج بحر يجيد السبح في اللجج القماصي، لعمرك إنني لأعف نفسي، وأستر بالتكرم من خصاصي، وأكرم والدي وأصون عرضي، وأكره أن أعد من الحراس. هذا بالنسبة للنص. الآن شرح بعض الكلمات الصعبة. عندنا أول شيء نشاص، معناتها ارتفاع. نشاص هاي ليك جاية في البيت الأول: أرقت لضوء برق في نشاصي، ما في ارتفاع. غصاص مليئة بالماء، غصاص هاي ليك. تلألأ في مملأة غصاصي. سحم سوداء، سحم لواقح دلح بالماء سحم، بالماء السوداء. ثج الماء، أجراه أسأله. تثج الماء من خلل الخصاص. خصاص هو ثقب أو فرجة، كيف جاي معها من خلل الخصاص. عندنا مكفهر، عفوا هذه الكلمة ماش نقراها، مكفهر لم أعتقد، اللي هو السحاب الغليظ الأسود. السحاب الغليظ الأسود. سحاب ذات أسحم مكفهر. توحي الأرض قطرا، توحي الأرض قطرا هاي ليك. توحي الأرض قطرا معناتها تسقي الأرض بسرعة وغزارة مطرا. قطر ذا افتحاص معناتها مطر عام. قطر ذا افتحاص. هاي ليك توحي الأرض قطرا ذا افتحاص. عندنا مطر عام وشامل لا يترك مكانا إلا أصابه. دكاكا معناتها متراصة. دكاكا تألف فاستوى طبقا دكاكا، متراصة. مثعب اللي هو مجرى الماء. المثعب اللي هو مجرى الماء. محيلا دون مثعبه نواص. عندنا أيضا دون مثعبه نواص. نواص جمع ناصية وهي مقدمة الرأس. الحجرات الجوانب، كليل المظلم الحجرات داج. الحجرات الجوانب. داج بهيم اللي هي شديد الظلمة. داج بهيم. كليل مظلم الحجرة داج بهيم أو كبحر ذي بواص. داج بهيم معناتها شديد ظلمة، وبواص معناتها صافي اللون. إن كلا لمع لمعا خفيفا، كأن تبسم الأنواء فيه إذا من كلا. إذا من كلا، إن كلا معناتها لمع لمعا خفيفا. لهق هصاص أبيض فيه بروق. إذا من كلا عن لهق هصاصي. عنا صفائح الحور القلاص، هي أسنمة الجمال الفتية المجتمعة الخلق. صفائح الحور القلاص هي أسنمة الجمال الفتية المجتمعة الخلق. وين راهي؟ ولاح بها تبسم واضحات، يزين في صفائح الحور القلاص. أيضا عنا القريض اللي هو الشعر. القريض هو الشعر، اللي هي لساني بالقريض وبالقوافي، وبالأشعار أمهر في الغواصي.
الغواص عفوا القريض هي الشعر. ولج هي الموج. اللج هي الموج. اللج وين راهي؟ من الحوت الذي في لج بحر. في لج بحر. اللج هو الموج. هذا بالنسبة للنص وشرح تاعو، شرح الكلمات الصعبة فيه. إن شاء الله تكونوا فهمتوه. الآن نروح للأسئلة. عندنا أولا البناء الفكري. السؤال الأول: ما الظاهرة الطبيعية التي شدت انتباه الشاعر؟ من أين لاحت؟ استدل على إجابتك من النص. قال لك شنو هي الظاهرة الطبيعية اللي راهي كاينة في الشعر، على خاطر هي اللي جذبت الانتباه تاع الشاعر. الشاعر علاه دار هذا الشعر بس كان عفسه جذبت الانتباه تاعو، دار شعر عليها. وشنو هي الظاهرة هذه اللي جذبت الانتباه تاعو، اللي شدت الانتباه تاعو؟ منين جات؟ واعطي دليل على الإجابة تاعك من النص. ثانيا: خص الشاعر السحابة بمجموعة من الأوصاف، حددها باستخراج الألفاظ الدالة عليها. قال لك الشاعر وصف السحاب، وصفه بعدة أوصاف. قال لك استخرجها، حدد هذوما الأوصاف اللي وصف بهم السحاب هو، كي تحددهم استخرج الألفاظ اللي راهم يدلوا على هذا. ثالثا: بما وصف الشاعر المطر المنصاح، وكيف كان يبدو وهو يعم الكائنات. استدل من النص. قال لك الشاعر بواش وصف المطر المنصاح، بواش وصفه وكيفاش كان يبان، كي كان يعم الكائنات. المطر المنصاح كيفاش كان يبان، كي كان يعم في الكائنات، معناتها كان عبر عامة الكائنات. كيفاش كان يبان المطر المنصاح وكيف باش وصفوا الشاعر، وأعطيناهم دليل من النص. رابعا: احتوى النص على فكرتين أساسيتين، حددهما. قال لك النص كانوا فيه زوج أفكار أساسية، حدد هذوما زوج الأفكار الأساسية. خامسا: ما النمط الغالب على النص؟ حدد اثنين من خصائصه مؤشراته مع التمثيل. قال لك نعرفوا بلي كل نمط عنده نمط، كل نص عنده نمط غالب عليه. قال لك هذا النص اللي هو هذا الشعر اللي كنا نقراو فيه، قال لك شنو هو النمط اللي راهو يغلب عليه. كي تقول له شنو هو هذا النمط اللي راهو يغلب على هذا النص، اعطيله زوج من الخصائص تاعو. الخصائص هما نفسهم المؤشرات. الخصائص هما نفسهم المؤشرات. انت يقول لك اعطيني خصائص تاع النمط ولا المؤشرات تاع النمط، نفس الشيء. قال لك اعطيله زوج مؤشرات تاع هذا النمط اللي هو كاين في هذا النص، النمط الغالب. نأكدها، النمط الغالب مع التمثيل. معناتها كي تعطينا زوج مؤشرات، المؤشر الاول اللي تستخرجه اعطينا المثال تاعو، المؤشر الثاني اللي تستخرجه اعطينا المثال تاعو ثاني. هذا بالنسبه للبناء الفكري. البناء اللغوي: هناك حقلان دلاليان شائعان في النص، سميهما ثم استخرج لكل منهما 3 ألفاظ. 2. أعرب ما تحته خط في النص. 3. نعاود نشرح لكم. قال لك في السؤال الأول كاين زوج هناك حقلان دلاليان. حقل دلالي، الحقل الدلالي هو نفسه كما كنا نقرا في الفرنسي بكري لو شون ليكسيكال. ليش فالو لو شون ليكسيكال كاع نعرفوه، هو نفسه في العربية هو الحقل الدلالي. بالفرنسي لو شون ليكسيكال، بالعربية الحقل الدلالي. قال لك حقلان دلاليين راهم كاينين في النص. سمي هذوما الزوج حقلان دلاليين. سمي كل الحقل الدلالي الاول سميه، وزيد سمي الحقل الدلالي الاول، ومن بعد كل حقل دلالي استخرج له 3 ألفاظ. الحقل الدلالي الاول خرج له 3 ألفاظ، الحقل الدلالي الثاني خرج له 3 ألفاظ. ثاني سؤال: أعرب ما تحتوى خط في النص. كاين في النص كلمات راهم مسطرين، نروح نعربوهم. ثالثا: ما نوع الصورة البيانية في قول الشاعر تبسم الأنواع؟ اشرحها ذاكرا بلاغتها. حنا نعرف بلي كل صورة بيانية عندها البلاغة تاعها، والصورة البيانية أنواع. واش قال لك؟ هاد الصورة البيانية اللي هي تبسم الأنواع، قال لك شنو هو النوع تاعها، وما كي تقول له شنو هو النوع تاعها اشرحها، وكي تكمل تشرحها اعطيله قول له شنو هي البلاغة تاعها. رابعا: حدد نوع المحسن البديعي الوارد في البيت الأول. البيت الأول تاع النص فيه محسن بديعي. قال لك اعطي له النوع تاع هذا المحسن البديعي اللي راهو كاين في البيت الأول. البيت الأول هو هذا أول بيت في النص اللي هو
أرقت لضوء برق في نشاصي، تلألأ في مملأة غصاصي. هذا هو البيت الأول. خليك فيه محسن بديعي استخرجه. خامسا استخرج الإحالة وعناصرها في البيت السادس مبينا نوعها ودورها في النص. قالك في البيت السادس راهي كاينة إحالة. انت راح تستخرج هذيك الإحالة. كي تستخرجها قول كي تستخرج هذيك الإحالة اكتبها، حدد العناصر تاعها، وكي تحدد العناصر تاعها اعطي النوع تاعها. النوع تاع الإحالة عندها نوعان: إحالة قبلية، إحالة بعدية. معناتها تقول يا راهي إحالة قبلية يا راهي إحالة بعدية. وماذا تيك أعطي الدور تاعها في النص. وشنو هو الدور تاع الإحالة في النص؟ البيت السادس هو هذا: كأن تبسم الأنواء فيه إذا من كل عن لهق هصاصي. هذا هو البيت السادس. الآن الوضعية الإدماجية: ابن جارك غليظ الطباع سيء المعاملة، وكثيرا ما يمزق بتصرفاته هدوء أسرته في وقت متأخر من الليل. فكرت في تلخيص الأسرة من معاناتها فكرت في تخليص ماشي تلخيص فكرت في تخليص الأسرة من معاناتها، وذلك بإسداء نصائح لهذا الابن العاق. قال وليد جاركم، معناتها جاركم عنده وليده، هذا وليده طباع تاعو ماشي ملاح، معناتها ما يعرفش قاع يتصرف، سيء المعاملة، ما يعرفش عنده تصرفات ماشي قاع ملاح، وكل يوم ما يخليش الأسرة تاعو تكون هادئة، سيرتو في الليل وقت كي يلحق متأخر من الليل ما يخليهمش قاع يكونوا في حالة هدوء. جامي خلاها على العائلة تاعو يكونوا في حالة هادئة بس بالتصرفات تاعو والطباع تاعو السيئة. ثم انت هذه الأسرة غاطك حبيت تنحي لها هذه المعاناة تاعها اللي راهي تعانيها مع هذا الطفل. ثم انت واش راح درت؟ راح تعطي نصائح، مجموعة نصائح لهذا الابن اللي راهو يسيء للأسرة تاعو. كي انت تعطي النصائح اذا تتبعهم راك رايح تنقص ولا تنحي هذه المعاناة تاع الأسرة. ثم قال لك اكتب فقرة لا تتجاوز 15 سطرا تبرز فيها النصائح التي تقدمها له، موظفا استعارة صريحية، ضع تحتها سطرا واحدا، مضارعين مجزومين بأدوات الشرط، ضع تحتهما سطرين اثنين. قال لك دير فقرة ما ديباسيش 15 سطر، دير فيها النصائح، تكتب فيها النصائح اللي راح تعطيهم لهذا الابن العاق، ويوظف استعارة صريحية وزوج فعلين مضارعين مجزومين بأدوات الشرط. معناتها هذا فعل مضارع مجزوم بأداة شرط دير زوج. الاستعارة الصريحية دير عليها سطر واحد، والفعلين المضارعين مجزومين ديرهم زوج سطر زوج خطوط. هذه هي الوضعية الإدماجية. هذا هو الموضوع، قريت لكم شرحت لكم كما يلزم، إن شاء الله تكونوا فهمتوه. الآن نروح الحل تاعو. إذن عندنا الحل كما يلي: الظاهرة الطبيعية التي شدت انتباه الشاعر هي البرق، والدليل قول الشاعر: أرقت لضوء برق، وقد لاحت من أعلى السحاب المليء بماء المطر، والدليل قوله: في نشاص تلألأ في مملأة غصاص. معناتها الظاهرة الطبيعية اللي راهي ليش خلات الشاعر يدير هذا الشعر هي البرق، والدليل كي قال أرقت لضوء برق. وثاني شاف السحاب مليء بماء المطر، والدليل كي قال في نشاص تلألأ في مملأة غصاص. سؤال ثاني: خص الشاعر السحاب بمجموعة من الأوصاف. وصف الشاعر السحاب بعدة أوصاف، وهي العلو عن طريق نشاص. كيف عرفنا باللي وصف السحاب اللي راهو عالي عن طريق نشاص؟ فهذوك المفردات اللي مدوهم منا قال لنا باللي نشاص مرتفع، معناتها مرتفع. وكي قال نشاص كي قال لنا باللي نشاص معناتها مرتفع، معناتها عالي، مرتفع هي نفسها عالي. ثم وصف السحاب بأنه عالي، العلو نشاص، مليء بالماء عن طريق مملأة، ودلح بالماء، دلح بالماء. أسود اللون، معناتها السحاب لونه أسود. سحم أو أسحم، كليل مظلم الحجرات، كليل مظلم الحجرات داج إلى آخره. هذاك البيت المهم، هذاك البيت بينا باللي السحاب راهو لونه أسود. أيضا السحاب على شكل طبقات تشبه نواصي البشر، اللي هي جاية في البيت
الرابع. معناتها السحاب جاي على شكل طبقات، هالطبقات تشبه النواصي البشر اللي هي حواف الرؤوس، اللي جاي أراه كاينة في البيت الرابع. شاعر المطر المنصاح بأنه عام شامل لا يمكن لأحد الاحتماء منه، والدليل قوله: توحي الأرض قطرا ذا افتحاص. هذا الجزء بالذات راه يبين لنا باللي المطر المنصاح معناتها مطر عام وشامل، واحد ما يقدر يتخبى منه. وكان يبان لونه بيض، كان يبدو أبيض اللون، تبسم الأنواء لهق هصاص. يزيد الكائنات جمالا حين ينصاح عليها، يزين صفائح الحور قيلس. قالك باللي هذا كي شغل كي جاي لونه بيض يزيد الكائنات، يرجع الكائنات جميلة كي طيح عليها، حيث قال يزين صفائح الحور القلاص. أيضا احتوى النص فكرتين أساسيتين. وشنو هما الفكرتين الأساسيتين؟ الفكرة الأساسية الأولى اللي هي من البيت الأول إلى البيت السابع، حيث قام بوصف البرق والسحاب والمطر. والفكرة الثانية من البيت الثامن إلى البيت الثاني عشر اللي هو آخر بيت، حيث قام الشاعر بالافتخار، باش افتخر بشاعريته وأخلاقه. خامسا النمط الغالب على النص. النمط الغالب على النص هو وصفي. من خصائص ولا المؤشرات نفس الشيء، كثرة التشابيه والاستعارات. مثل هاوليك تمثيلة، احنا نفس كي قلنا كعطينا المؤشر مثلنا عليه ديرك. التشابيه والاستعارات مثل كليل مظلم، كبحر، تبسم الأنواء إلى آخره. أيضا غلبت الأسلوب الخبري مثل البيت الأول والثاني والثالث والرابع. أيضا توظيف الصفات مثل غصاص، لواقح، دلح. غلبت الجمل الاسمية مثل كأن تبسم الأنواء فيه، ولا لساني، إلى آخره. قال هنا كاين ملاحظة بلي يكتفي التلميذ بذكر المؤشرين مع التمثيل من النص، بس ما قالوا لنا نعطوا غير المؤشرين، حنا درنا زيادة هنا. عندنا الآن البناء اللغوي. الحقلان دلاليا شائعان في النص، كاين زوج حقلان. الحقل الدلالي للطبيعة، برق، مملئة، ليل تاع الطبيعة. والحقل الدلالي تاع الشعر، الشعراء، بحور الشعر، قوافي. وكاين تاني حقل آخر هما قالوا نعطوا لهم زوج، اللي هما قالوا لنا نعطوا لهم اللي راهم شائعين في النص، معناتها لهم كاينين بكثرة. بصح كاين واحد آخر اللي هو الحقل الدلالي للأخلاق الكريمة، بصح ماهوش شائع، ماهوش كاين بزاف في النص. أعف، التكرم، أصون. تدير واحد من عندهم الزوج راك صحيح، ندير واحد من هادو ثلاثة راك صحيح. عندنا الآن الإعراب. يجيد هو فعل مضارع مرفوع على رفعه ضم الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على لساني. عندنا أن هو حرف نصب ومصدر واستقبال لا محل له من الإعراب. وأعد فعل مضارع مبني للمجهول، أعد ماشي أعد فعل مضارع مبني للمجهول منصوب بأن، وعلامة النصب الفتح الظاهر على آخره. ونائب فاعله ضمير مستتر تقديره أنا يعود على الشاعر. الآن نوع الصورة البيانية في قول الشاعر تبسم الأنواء. تبسم الأنواء هي استعارة مكنية والشرح. شبه الشاعر الأنواء بالمرأة التي تبتسم، حيث ذكر المشبه اللي هما الأنواء، وحذف المشبه به اللي هي المرأة، وترك قرينة تدل عليه تبسم على سبيل الاستعارة المكنية. والبلاغة تحول أثرها هو البلاغة نفس الشيء، زادت المعنى جمالا ووضوحا وتأكيد، وقربته إلى الذهن بتشخيص الأنواع على هيئة المرأة أو الإنسان بإيجاز. أما نوع المحسن البديع الموجود في البيت الأول هو التصريع بين كلمتي نشاص وغصاص. هذه النشاص أو غصاص في نهاية كل شطر في نهاية كل بيت تبان لكم هي سجع، بصح هي صح شغل هي نفس السجع، من صح السجع في الشعر نسميوه تصريع، وفي النثر نسميوه سجع. معناتها كي تجي هكايا في النهاية تكون كاين نفس الحرف وتجيك شغل نغمة موسيقية. في النثر تكون النثرة هي النص العادي تكون اسمها سجع، أما في الشعر يكون اسمها تصريع. بالنسبة للإحالة عندنا فيه الضمير، كاين ضمير متصل اللي هو الها. المحال إليه السحاب، نوع الإحالة قبلية وأثرها تفادي التكرار.
وزيادة. أما إن كان لا، الضمير المستتر هو ما دام كاين ضمير مستتر ما نقولش شنو هو المحال إليه وشنو هي ونوع الإحالة. المهم نقولوا أثرها أنه هو زيادة الاتساع. نوع الإحالة يبقى قبلية ما دام ضمير مستتر هو، ثم نوع الإحالة قبلية. أما المحال إليه بلا ما نقولوه، بصح لو كان راح نقولوه هو كان يتكلم في هذا الأجزاء على السحاب، ثم المحال إليه يبقى هو نفسه السحاب. إذا كان باين راح تقول، إذا ما كانش باين ما تقولوش. أما الأثر هو تفادي التكرار وزيادة الاتساق. بالنسبة للوضعية الإدماجية، هاي لي كيف باش دير وضعية إدماجية مليحة. هاي لك لازم تتقيدوا بهذا التعليمات، لازم تتقيدوا بهم: الملائمة مع الوضعية، سلامة اللغة، سلامة الرسم. هاي ليك اقراوها انتوما. المهم انا خليها لكم باش تقراوها انتوما وتعرفوا باش تعرفوا كيفاه ديروا وضعية إدماجية مليحة. اذا كفاني الوقت ان شاء الله ندير لكم نحط لكم فيديو ندير لكم فيها تعبير. اذا ما كفانيش الله عالم. المهم هاي لي كيف تخدموا وضعية إدماجية. انا قلت لكم اذا كفاني الوقت ان شاء الله يكفيني نحط لكم فيديو ندير لكم فيها الوضعية الإدماجية. اذا بهذا رانا كملنا هذا الموضوع، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه ولو القليل. ما تنسوش اللايك، سبسكرايب. نخليكم في امان الله.